السلام عليكم، واش راكم؟ ان شاء الله كامل تكونوا بخير وبصحه جيده. رجعت لكم فيديو جديد بعد غياب شهرين. كانوا ياسر سقساوني واش سبب هذا الغياب منا. كنت شرحت لكم في الانستغرام انه عندي مشكل في القناه، عن قريب ان شاء الله نحلو ونرجع للفيديوهات بقوه باذن الله. راه عندي بزاف افكار باغي نشاركهم معكم. اليوم جيت نشارك معكم هاد الطلبيه المميزه اللي كانت طلبت الزبونه انه تكون نص بنص. بغاتها تكون مزيج بين ذوق الشوكولا والفراوله والفانيليا، يعني ماشي تكون كل طبقه فيها ذوق، لا وانما في طبقه واحده فيها عده يعني ذوقين. مهم دوك تفهموني مليح في مرحله الحشو، وخرجت لها بهذه النتيجه اللي الحمد لله عجبتها وكانت راضيه عليها. وبلا ما نطول عليكم، كما عودتكم نصلوا على رسول الله عليه افضل الصلاه والسلام ونبداو في الفيديو تاعنا. اولا كنت خدمت جينواز راح ندخلها طيب. هاد جينواز تاع الين كوستا اللي راني دايرت لكم عليها فيديو بالتفصيل مع كامل اسرار النجاح. دوك نخلي لكم الفيديو في صندوق الوصف. هنا راني نخرج في الهواء باش يجيني سطح مستوي وما يجونيش بزاف هذوك الفجوات في الوسط. ودخلتها الطيب. ثاني كيفاش نطيبوها من كل شيء انا شرحته لكم في الفيديو. كما قلت لكم دوك نخلي الفيديو في صندوق الوصف. هنا بعد ما طابت لي دخلت فيها عود شواء، خرج لي ناشف سي بون، خرجتها خليتها تبرد. انا وحده من الناس اللي جينواز ما نخليهاش في الفور، يعني مور ما نطفي عليها خوفا من انه تطيح، ولا خاطش كي تخدموا بوصفه مليحه ومقادير مضبوطه يعني وتبعوا القاعده مليح، ما تحتاجوش انه تدخلوها في الفور خوفا من انه تطيح. هذه هي جينواز تاعي راني نقطع فيها بعد ما بردت لي. وبالنسبه لطريقه التقطيع كنت شاركتها معكم في عده فيديوهات سابقه، سورتو مبتدئات اللي ما عندهمش هذاك المنشار الخاص بتقطيع الجينواز. درت لكم طريقه غير بهذا الموسع المنشار، يعني بسيطه بزاف الطريقه وتخرج لكم طبقات مقادين وهايلين. المهم هذه هي الجينواز تاعي بعد ما قطعتها الى 6 طبقات، 5 6 1 2 3 4 5. مهم هنا ننتقلوا لتحضير الكريمه اللي راح نحشي بها الكيك تاعي، اللي هي شانتيه ماسكاربون، الوصفه الاصليه تاع كريمه الجبن اللي نحتاجو فيها جبن الماسكاربون او جبن فيلادلفيا او كيري، يعني اي جبن كريمي مع كريمه سائله اللي فيها اكثر من 30% ماده دسمه، يعني كريمه الخفق تاع الحلويات. عندي هنايا 250 غرام ماسكاربون، هاد لا مارك تاع فونديليس ننصحكم بها بزاف. شوفوا انصحكم شروب لي مارك اللي معروفين واللي يعني دائما تشوفوا ناس يخدموا بهم، خاطر كنت تشرو ماركه يعني تاع جبن ماسكاربون ماشي معروفه، يعني احتمال كبير انه تكون ماشي بنينه وكارثه وخلاص. القوام صح تلقاوه مليح ولكن المذاق كارثه. جربت يعني اخر مره طحت في واحد الماركه اللي اله الله محمد رسول الله. المهم نرجعوا للكريمه تاعنا. عندي هنايا 250 غرام تاع جبن ماسكاربون ولا اي جبن كريمي مع 250 غرام تاع كريمه سائله. شوفوا الا كنتوا راح ديروها يعني ذوق فراز ولا تزيدوا النكهه نتوما بلا الشوكولا، يعني من غير الشوكولا، ديروا سكر غلاسي ولا نيسلي، يعني حلوها به، زيدوا كميه، زيدوا بشويه يعني وانتم تضربوا وطوقوا. شوفوا حتى توصلوا للحلاوه اللي راكم باغينها. انا هنايا خاطر كنت باغيتها بذوق الشوكولا دوبت عندي هنايا 100 غرام تاع شوكولا امباسادور نوار ضفتها ليها. شوفوا هنا القوام تاعها تلاحظوا انها مش متماسك بزاف، انا بالعاني ما طلعتهاش تنتماسك بزاف خاطر ديجا كي نضيف لها الشوكولا راح تزيد تتماسك اكثر واكثر. نتوما الا ما كنتوش راح تضيفوا الشوكولا زيدوا ضربوه مليح مليح طلعوا حتى توصلوا للقوام المتماسك اللي راكم باغيينه، يعني اللي يساعدكم في الحشو. ومن بعد ضيفوا النكهه اللي بغيتو، سينو كوليه تاع اي فاكهه يعني باغيين تنكهوا به. ونرجع للكريمه تاعي، رحت ضفت لها 100 غرام تاع نوتيلا. دوك تسقسوني علاه درتي الامباسادور من الاول مادام حديري نوتيلا. شوفوا دائما الشوكولا تاع الطابلات هذه تاع يعني لوح الشوكولا ديروه في الشونتيي ماسكاربون باش يمد لنا القوام كي تكونوا حديروا ذوق شوكولا. ما تروحوش ديروا غير الباتاتا تاني لانه عجينه الطلي القوام تاعها ما يجيش متماسك، حتى لو كان تبرد ما تماسكش بزاف، ماشي كيما يعني لوح الشوكولا. لوح الشوكولا يمد لنا قوام متماسك في الحشو وتجي باينه، يعني الحشو باين، الطبقه تاع الجينواز باينه، فهمتوا؟ على بها درت امباسادور ومن بعد عززت النكهه بالنوتيلا. هي في هذه الكريمه راح يجي الذوق تاع النوتيلا باين اكثر من الامباسادور. هنا رحت زدت حوالي 50 غرام تاع شوكولا، حسيت انه مازال ناقصها شويه شوكولا، رحت زدتها باش يعني باغيه ذوق الشوكولا يبان يجي باين بزاف وذوق النوتيلا تاني يجي باين. الوغ رحت زدت هذيك 50 غرام كما قلت لكم. وهذا ما كان الكريمه تاعي راهي واجده، خليتها على جهه. من جهه واحده اخرى كنت حضرت من قبل يعني غاناش مونتي شوكولا بيضاء، درت لكم القاعده في فيديو سابق، في فيديوهات ماشي غير فيديو سابق. ودوك نخلي لكم في صندوق الوصف رابط الفيديو اللي تلقاو فيه
قاعده غاناش الشوكولا البيضاء. الوقت اللي راه يطلع الغاناش تاعي بغيت نتكلم لكم على شونتيي ماسكاربون. كاين زوج طرق يعني يتشابهوا، يختلفوا في المقادير فقط اللي نقدروا نحضروه بهم. الطريقه الاولى هي اللي حضرتها معكم اليوم، كميه الكريمه السائله تكون نفسها كميه الجبن. وكاين طريقه اخرى اللي هي كميه الجبن تكون ضعف كميه الكريمه السائله. برك انا نفضل هذه الطريقه اللي شاركتها معكم، نحسها تجي خفيفه اكثر من الطريقه الاخرى. وكل انسان يعني يستخدم طريقه اللي تساعده اكثر. في زوج يجوا ناجحين يجوا بنان. برك اللي تبغي دير الجبن اكثر من الكريمه، واللي تبغي دير نفس كميه الجبن نفس كميه الكريمه. كما قلت لكم القوام يجي مليح في زوج. برك المذاق يعني حسيت انه هذه اللي فيها نفس كميه الكريمه هي كميه الجبن تجي خفيفه اكثر. وبعد ما طلع لي الكاناش كما راه موضح في الفيديو، ننتقلوا لمرحله الحشو اللي هي اكثر مرحله ممتعه بالنسبه لي. ما على باليش علاه، ولكن اكثر مرحله نخدمها بكل حب واستمتاع ما على باليش، نحس روحي نخدمها وانا نتلذذ. المهم نروحوا نبداوها. دائما كيما ننصحكم انه ديروا مونتاج تاع الكيك في السارسو باش تاكدوا انه الكيك يخرج لكم بعد مليح، يعني مستقيم ما مايل ما والو، يعني الحشوات واضحين، يعني كل شيء في بلاصتو. هذه هي اول حاجه بديت نديرها. شربت الطبقه الاولى، ما تشربوهاش بزاف، شربوها غير قيس قيس يعني، لانه هي الطبقه التحتانيه اللي راح تحمل الثقل. اسمع لو كان شربتوها اكثر من اللازم كابابل انه الكيك تاعكم يتشقق وتبدا تهبط. هذه هي. بالنسبه للكريمات كنت حضرتهم معكم غاناش مونتي شوكولا البيضاء، وكريمه الجبن بالشوكولا، وكريمه الزبده السويسريه اللي درتها معكم في فيديو سابق. راح ندير بها جدار في الاطراف تاع الكيك تاعي باش يحمي لي انه الكيك ما يميلش من بعد، ومن الحشو تاعي ما يخرجش يقعد في بلاصتو. بالنسبه لطريقه الحشو اللي كانت طلبتها الزبونه يعني خصيصا، اللي هي كما قلت لكم طريقه مميزه اول مره جربتها، هي انه كل طبقه يكون فيها مزيج بين ذوقين. كما راه موضح في الفيديو، نص درتو فراوله ونص شوكولا، وهكا حتى نكمل يعني نص فراوله نص فانيليا نص شوكولا نص فانيليا. كل مره ندير يعني مزيج بين النكهتين باش في التقطاع يعني في مرسو واحد يشوف فيه عده نكهات. هذه هي وجات بزاف هايله وكيما طلبتها الزبونه افضل، عجبتها يعني النتيجه حتى خير من الصوره اللي بعثتها لي الحمد لله. وهي على كل حال هاد النكهات كامل يتماشاو مع بعضياتهم، الشوكولا الفانيليا الفراوله كامل يجبران مع بعضياتهم. نكمل الحشو تاعها ونولي لكم. بعد ما كملت الحشو دخلتها الفريجيدار تبات ليله كامله. كيما على بالكم الباتيسري من الاحسن انه يبات ليله كامله ولا ليلتين حتى في الفريجيدار باش النكهات يدخلوا في بعضياتهم مليح مليح، والكيك تاعنا يشرب البنه يجي بنين اكثر واكثر. ولا غير عن تجربه جربوها. انا بغيت نشارككم مقتطفات من تغليفي وتزييني لهذا الكيك. يعني اول مره، عفوا ماشي كيك، ميني كيك، اول مره نحكي كوموند تاع ميني كيك كان من عند زبونه وفيه. هذا الكوموند وتالمو انسيستات عليا لدرجه انه قالت لي نخلصك يعني خدميه لي بالسعر تاع كيكه عاديه، ليسونسيال خدمي لي ميني كيك. المهم في الاخر حكمت الكوموند تاعها وبيان سور خلصت السعر تاعها الاصلي، يعني ماشي سعر كيكه كبيره عادي. مهم عجبتني بزاف التغليف، ولا غير اللي يخدموا ميني كيك يعطيهم بالصحه. تعب بزاف تغليف شغل تالمو خفيفه وصغيره ما تثبتش نكونوا نغلفوا فيها تبدا تهرب. درت لكم مقطع التغليف مسرع ما راحش يبان لكم بزاف المشاكل اللي واجهتهم معاها، ولكن معليش. مهم بعد ما غلفتها وكملت حاولت انه نغلفها يعني تغليف كما نقولوا هاد لي ميني كيك التغليف تاعهم ما يجيش بارفي، شغل شويه يجوا عشوائي التغليف تاعهم شويه باش يجوا شابين يعني. بعد ما غلفتها وكملت على حساب واش طلبت الزبونه، يعني بغات حاجه تكون تاع لوف هكا، تكون تاع كوبل. ايا قررت انه ندير هذوك القلوبات الصغار اللي نشوفهم في بانترست في مواقع التواصل الاجتماعي، شغل ميني كيك يجوا فيه قلوب حمورة صغار هكا بكريمه الزبده. رحت درتها في لابوش بعد ما كنت يعني شويه دوبتها باش القوام تاعها يجي شويه خفيف.
وبديت نرسم. شوفوا في الفيديو مسرع تبان لكم رسمتها بسهوله، ولكن والله تالموش تعبوني، ما نقدرش نقول لكم شحال تعبوني. درت غير 6 قلوبه حتى درت انجاز. وفي الاخير الحمد لله الزبونه عجبها بزاف بزاف الكيك تاعها، وكانت راضيه عليه 100%. الحمد لله هذيك هي الفايده. مالغري نواجهوا بزاف مشاكل مع بعض الطلبيات. هنا بغيت نوريكم المول تاع السيليكون اللي خدمت به الحروف. خاطش دائما تقولوا لي صوري لنا لي مول اللي تخدمي بهم، على بها وريته لكم. من جهه واحده اخرى بعد ما باتني الكيك تاعي ليله كامله، رحت خرجته ديموليته بعد ما كنت فوت شاليمو على سارتو تاعي باش يخرج بسهوله. وبديت في مرحله التغليف. مرحله التغليف كنت شاركتها معكم في فيديو سابق، وراح نزيد نشاركها معكم في هذا الفيديو. يعني ما نشقاش نهضر فيها بزاف، خاطش حتى سهله واضحه، اي وحده تقدر تخدم بها ويجيها الكيك تاعها بيرفكت. راح نشرح لكم هذه المرحله فقط. كي تحطوا ديسك لتحت وديسك الفوق، دائما نجيبوا زوج تاع لي ليسور يكونوا عاليين، يعني اكثر من الكيك تاعكم، وبداو تطبقوا فيهم منا ومنا. لازم الديسك، عفوا ماشي الديسك، لازم الليسور يكون من التحت يمس الديسك ومن الفوق يمس الديسك، في زوج، يعني في زوج يكون يمسوا من ومن، باش تاكدوا انه الكيك تاعكم راه يعني الديسك ما راهش مايل من جهه اكثر من جهه. ان شاء الله تكون الفكره وصلتكم. وبعد ما كملت ليسيت الكيك تاعي كما راكم تشوفوا، بقاو تليسيو حتى تحصلوا على النتيجه اللي راكم باغيينها. دخلتوا المجمد، خليته من 10 دقائق حكم روحو، ورحت نحي لي ديسك بشويه، تنحوهم بطريقه راني موضحتها في الفيديو. كما راكم تشوفوا بكل سهوله يتنحى الديسك. وما تخافوش انه كي تقلبوا الكيك كش ما يصرالو، ولا كما قلت لكم كي تكونوا من الاول خادمين الكيك على اساس يكون صحيح ومليح، ما تخافوش كامل. دائما الطبقه التحتانيه ما تشربوهاش بزاف. هذه هي. درت شويه تاع كريمه الزبده من التحت، وندير البورد كيك تاعي نركبوا عليها. شغل مشيت كيما نقولوا تقلبوا الكيك فوق البورد كيك، لا حطوا البورد كيك كيما راهي مقلوبه، عاودوا قلبوه بالخف شغل بسرعه. هذا ما كان. وهنا كنت خدمه غاناش الشوكولا بيضاء. كميه الشوكولا هي نفسها كميه الكريمه السائله، ضفت لها القليل من منكه الفراوله باش يمد لي المذاق واللون الوردي هذا. ودرت نص شوكولا هكا بالغاناش الغوز، ونص شوكولا بغاناش الشوكولا عفوا سوداء. هذا ما كان. وكما كانت طلبت الزبونه تاعي بالضبط. والتزيين درتو بنفس الكريمه اللي كنت حشيت بها اللي بقات لي. نص الغوز درتو بالغاناش مونتي تاع الفراز، ونص تاع الشوكولا نوار درتو بكريمه الجبن. وبالنسبه للادوي اللي استعملتها 1 ام. وزينت الكيك تاعي تزيين بسيط كما كانت طلبت الزبونه تاعي تماما. ودركا وصلنا لنهايه الفيديو. ان شاء الله يكون عجبكم، وان شاء الله تكونوا استفدتوا ولو بالقليل. واذا نسيت اي معلومه ما ذكرتهاش في الفيديو انا نخليها لكم في صندوق الوصف. دائما في اي فيديو ضربوا طلع على صندوق الوصف، راح تلقاو فيه معلومات قيمه. وإلا عندكم كاش سؤال ولا خلوه لي في التعليقات، راني نجاوب على اسئله تاعكم. وما تنساوش الاشتراك في القناه، تفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد. وما بقى لي غير نقول لكم مع السلامه، نلتقي في فيديو اخر ان شاء الله.